الذكاء الصناعي بقى في كل حتة، في الموبايلات، في العربيات، في البرامج، حتى في شغلنا الأساسي اللي هو البرمجة. بس يا ترى إيه دور مهندس الذكاء الصناعي وسط كل ده؟ وهل فعلا لازم تبقى عبقري في الرياضيات علشان تدخل المجال؟ وايه المهارات المطلوبة لمجال زي ده؟ وايه التحديات اللي هتقابلك؟ والاهم، الناس دي بتقبض كام؟ كل ده هنعرفه النهارده على كودكس لاين. تخيل كده معايا انك فاتح برنامج التقويم علشان تنظم مواعيدك. زمان كنت بتضطر تكتب كل حاجة بايدك، دلوقتي البرنامج هو اللي بيقترح المواعيد، بيرتب جدولك وبيفكرك لو عندك حاجة مهمة. سؤال بسيط هنا، مين اللي خلى ميزة زي كده تشتغل؟ ده شغل مهندس الذكاء الصناعي. هو ما اخترعش الموديل اللي هو موديل الذكاء الصناعي، ولا بنى الخوارزمية بتاعته من الصفر، لكن هو خد الموديل ده ودمجه جوه تطبيق وخلى التطبيق ده متاح ليك، فبقيت انت بتستخدمه بسهوله. نفس الكلام مع شات جي بي تي، المخ او الموديل نفسه موجود بالفعل، بس مهندس الاي اي او مهندس الذكاء الصناعي هو اللي بيربطه بالاي بي اي وبيقدمه لك في الاخر كاداه سهله بتقدر تسالها وبتاخد اجابات في ساعتها. وعشان كده بقى عندنا دلوقتي تطبيق زي شات جي بي تي على الموبايل وموقع ويب، ده غير ان في ادوات كتير مبنيه على شات جي بي تي اصلا. يعني ببساطه مهندس الذكاء الصناعي هو اللي بيحول فكره الذكاء الصناعي من فكرة في معمل لأداة بقت في إيدك بتقدر تستخدمها كل يوم على موبايلك، على اللابتوب، أو حتى على التلفزيون. طيب السؤال اللي بيشغل دماغ ناس كتير، هل لازم أبقى جهبذ في الرياضيات ومفيش حاجة معرفهاش علشان أقدر أخش المجال ده وأبقى مهندس ذكاء صناعي؟ الصراحة أيوة، الرياضة مهمة، بس مش لازم إنك تبقى أينشتاين. وبالمناسبة أينشتاين نفسه ما كانش أحسن واحد في الرياضة، ولكن مراته اللي كانت عالمة رياضيات هي اللي ساعدته في حاجات كتير. المهم، الرياضيات زي الجبر والإحصاء والتفاضل دول بيساعدوك إنك تفهم ازاي الموديل ده بيشتغل من جوه. يعني مثلا لما تدرب موديل وتلاقيه بيتحسن بسرعه، ده لان عندك شويه فهم للرياضه وكمان عارف ايه اللي بيحصل ورا الكواليس، حتى لو دي مش شغلتك الاساسيه. بس الحلو بقى انك مش محتاج تستنى على ما تخلص دكتوراه في الرياضه، تقدر تبدا فورا بمكتبات جاهزه زي تنسر فلو او بايثون تورش، ومعاها تتعلم الرياضيات واحده واحده. الخلاصه ان الرياضيات مش الحاجه اللي هتوقفك، ولكن هي مفتاح هيفتح لك ابواب كتير قدام. وطبعا كل ما تبقى فاهم الشيء ده اكتر، فرصتك في فلوس وشغل احسن هتكبر. تعالوا بقى نتكلم عن نقطة ناس كتير بتتلخبط فيها، ايه الفرق بين مهندس ذكاء صناعي ومهندس تعليم آلة؟ بص يا سيدي، مهندس ذكاء صناعي او الاي اي انجينير ده الشخص اللي بيبني النظام نفسه، زي مثلا البرامج اللي بتتكلم او الروبوتات او التطبيقات اللي بتعتمد على الذكاء الصناعي جواها. وهو مش لازم يكون اللي بنى الموديل بتاع الذكاء الصناعي من الصفر اللي هو المخ، لكن هو بياخد الموديل ده وبيربطه بالتطبيق او بالموقع وبيخليه يشتغل وبيظهر للناس بشكل بسيط وسلس. اما مهندس تعلم الآلة او الماشين ليرنينج انجينير ده اللي بيركز اكتر على الموديل نفسه، يعني هو اللي بيصممه وبيدربه وبيظبطه علشان يدي احسن نتيجة ممكنة. وفي الشركات الصغيرة عادة الاتنين دول ممكن يكونوا نفس الشخص، لان في موديلات جاهزة دلوقتي زي شات جي بي تي ولاما، فمش محتاج تبني مخ او موديل ذكاء صناعي من الصفر لانه موجود، واللي ممكن ببساطة تعمل لها تدريب على بيانات الشركة او البيانات التطبيق اللي انت هتحطها فيه، وفي ثانية تدمجها في التطبيق على طول. يعني باختصار كده، مهندس الذكاء الصناعي بيخلي الاي اي متاح في ادوات سهله الناس تقدر تستخدمها، ومهندس الماشين ليرنينج بيخلي المخ او موديل الذكاء الصناعي ده يفكر صح ويديك اجابات دقيقة. طيب نيجي بقى للسؤال اللي في دماغ الناس كتير، ايه المطلوب مني علشان ابقى مهندس ذكاء صناعي والاقي اول شغل ليا؟ بص يا سيدي، الموضوع مش معقد خالص، خلينا ابسطها لك واحده واحده في شويه نقاط. اول حاجه البرمجه، وده الاساس، واكتر لغه مستخدمه في المجال ده هي بايثون، لانها سهله وقويه وليها مكتبات جاهزه لكل حاجه تقريبا ممكن تحتاجها وانت بتدرب موديل او بتستخدمه بعد كده. لا، طالع من الدروس دي على الدروس اللي فوق، على مناخيري، على عينيا، على نافوخي يا أم. تاني حاجة شوية رياضة، وأكد مش لازم تبقى عبقري، بس لازم تفهم الأساسيات، جبر، إحصاء، والتفاضل بسيط كده. تالت حاجة التعامل مع البيانات، هتتعامل مع ديتا ضخمة جدا في أوقات كتير،
وطبعا هتحتاج ادوات عشان تقدر تتعامل بيها مع البيانات دي وتنظفها وترتبها كده علشان تدرب عليها الموديل بعد كده. وعلى فكره انا كنت عامل فيديو كامل عن ازاي تبقى مهندس بيانات، هتلاقي الكارد فوق لو حابب تشوفه بعد الفيديو ده. رابع حاجه ومهمه جدا وهي الديبلويمنت، ودي معناها ازاي تشغل الموديل اللي انت عملته ده جوه تطبيق وترفعه على سيرفر عشان يبقى متاح للناس تستخدمه، والا يبقى كل اللي انت عملته ده ملوش اي لازمه. واخيرا لو عايز تبقى مميز فعلا ابدا اتعلم حاجه متقدمه زي ال NLP اللي هو معالجه اللغه الطبيعيه، او الكمبيوتر فيجن الرؤيه الحاسوبيه، ترجمه جوجل. والله المجالات دي مطلوبه جدا وهتزود فرصتك في الشغل بسرعه. نيجي بقى للجزء اللي كل الناس مستنياه، المرتبات. 30,000 جنيه انا باخد في الشهر عني. السؤال اللي الكل بيسأله، هو فعلا المجال ده يستاهل كل المجهود ده؟ بص، طبيعي ان الارقام هتختلف من بلد للتانية، بس خلينا نقول المتوسطات علشان بس تبقى ايه فاهم الصورة. في امريكا مرتب مهندس ذكاء اصطناعي ممكن يوصل ل 120,000 دولار سنويا. في اوروبا احنا بنتكلم من 60 ل 90,000 يورو. اما عندك هنا بقى في مصر وفي الدول العربية فالارقام اقل شويتين، يعني ممكن تبدأ من 8 ل 15 جنيه او ريال. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت. وطبعا لو انت اشتغلت فريلانس او مع شركة اجنبية ساعتها المرتب ده ممكن يتضرب في 2 وهيبقى ازيد بكتير. السؤال بقى، هل الموضوع يستاهل؟ ايوه طبعا، الطلب على المجال ده عالي جدا والشركات لسه مش لاقيه ناس كفايه عندها المهارات دي. ولو عايز تكون واحد من الناس دي فاكيد مستنيك في سلسله تعلم الذكاء الصناعي هنا على القناه عشان تبدا من الصفر وتبني مستقبلك في المجال ده. وزي اي شغلانه في الدنيا خلينا اكون صريح معاك، الشغل في الذكاء الصناعي مش سهل زي ما ممكن تكون متخيل، لانك لازم تذاكر وتتعلم طول الوقت. المجال بيتطور بسرعة رهيبة. هتقول لي ما كل وظيفة كده لازم اذاكر واخد كورسات وهكذا، صح، بس الفرق ان اي حاجة ليها علاقة بمجال التكنولوجي بيبقى تطور فيها زي السبق، كل يوم في جديد، ولو ما واكبتش التطور ده هتلاقي نفسك بره اللعبة. كمان ساعات هتحس باحباط، الموديل مش شغال زي ما كنت متوقع، بيطلع اجابات خطأ او بتواجهك مشاكل غريبة انت مش لاقي لها اي تفسير. وهنا بقى لازم يكون عندك شوية صبر كده وروح رياضية عشان تتعامل وتتعلم من كل تجربة هتمر بيها. وبرضو عشان المجال ده جديد والطلب عليه عالي قوي، تلاقي ان في ناس كتير بتدخله كل يوم، وده بيخلي المنافسة عالية جدا والضغط النفسي والجسدي اكبر. بس في المقابل المجال حلو جدا ومش هيفتح لك فرصة هنا بس في بلدك، لكن في العالم كله. انا كويس يوم، ايوه باكل بتغطى كله كويس. يعني في الاخر لو بتحب التكنولوجيا وبتدور على مجال فيه مستقبل حقيقي، يبقى مجال الذكاء الصناعي يستاهل وبقوة. وبكده انا خلصت، واشوفك في سلسلة تعلم الذكاء الصناعي على القناة، والسلام عليكم.